السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل البندانات، لان في ناس سالوني ان هم عايزين يبداوا مشروع بس مش عارفين يبداوا ازاي. فانا ان شاء الله هعمل لكم كل موديلات البندانات، وهوريكم المقاسات بتاعتها ازاي وتكيسوهم ازاي وتنزليها السوق. لغايه لما تيجي تنزليها السوق همشي معاكم خطوه بخطوه. فاحنا ان شاء الله اول حاجه النهارده هنشتغل على البندانه اللي هي الرباط. البندانه الرباط دي في منها ساده وفي منها مبطنه، بكاوتشه كده مبطنه. فبالنسبه للبندانه هقول لكم بقى دلوقتي نعمل ايه. القماش ده جل بيور. ده مقفول من ناحيتين، من الناحيه دي ومن الناحيه دي. فانت القماش ده هتروحي تجيبيه منين؟ من هما بتوع القماشه اللي هما بتوع الجمله. هتجيبي منه والله حسب ظروفك بقى انت، وحسب يعني مقدرتك. لو عايزه تروحي تجيبي من نفس الطوب تجيبي بالكيلوات، في بيبيعوا بالكيلوات. عايزه تروحي الناس تانية بقى بيبيعوا بواقي المصانع وقصات كده، يعني حتت صغيره، دي بتبقى سعرها اقل. برضو ممكن تروحي لو عايزه تبداي وانت امكانياتك مش سامحه ان انت تجيبي بالاتياب او بالكيلوات. فالمهم دلوقتي احنا جبنا مثلا بالاتياف. فانت هتاخدي من الطوب البندانه اللي هي الرباط دي بتاخد نص متر. نص متر دول بيطلعوا لي 4 بندانات. فانا هقص لكم بالدسته على اساس تبداوا بقى تعملوا مشروع مش بالواحده. فانا دلوقتي هعمل دسته بندانه رباط بجلده وبدون جلده، او مبطنه وساده. هناخدها مقاسها 50. مقاس البندانة 50 سنتي. فمن هنا لغاية هنا ده كده 50. دول هيعملوا لي 4. فاروح انا عاملة جايبة بالمقص كده، اروح ماسكة من هنا. انا لما اجي اقص البندانة، لما اجي اقص بالمقص، المقص بصوا من هنا اهو كده في زرار. الزرار ده اما اعمله كده بيشغل المقص كده بيطفيه. فانا هاجي امسك المقص كده من هنا، هبدا اشغله كده. اول ما اخلص القص اروح قافلاه. كده 4. اول 4 هناخده عشان انا هقصها دست على بعض. والمقص ده بيقص يعني كمية حلوة. في بقى المقص الكبير اللي هو بتاع لو عايزة تعملي بقى كمية كبيرة وكده، ده يا دوبك دستتين 3 بتقصيهم مع بعض. برضو 50 سنتي كده اهو. نجيب المقص ادي كده. دول 4 ودول 4 ودول 4 يبقوا 8. هو القماش ده بيبقى مقفول من ناحيتين، يعني من كله مقفول داير ما يدور كده. هناخد برضو 50 سنتي. خلاص دي كده الدستة، دي دستة بندانة. اروح عاملين هو بصوا مقفول من هنا ومقفول من هنا، من هنا اهو مقفول، يعني هي كلها مقفولة. هروحوا جايبين دول كده احطهم قدامي، واروح جايبة التانية برضو اسويها.
راح حطها كده نفس عرض القماش ده بيجي منه 80 او 85 سنتي. دي كده ايه التالتة بتاعته. انا واخده العرض بتاعي ده كده كام 50. انا هجيب انا هعمل لكم بالماركه عشان تبان اللي هي الماركه دي. هي انتوا طبعا ما تعملوش بيها لان ده ما بيطلعش من القماش عشان ما تبوظوش القماش، بس انا عشان ايه نبينه ويبقى الموضوع واضح فانا هعمل بيها. ده كده 50 هروح واخده نصها 25 25 واروح نازله تحت كده 20 سنتي كده 20 سنتي. هنزل 20 بالنص. هاجي من هنا هاخد 10 سنتي. ده الباترون بتاعها اللي برسمها في البداية. ده كده ايه 10 سنتي من هنا و10 سنتي من هنا. انا هاجي بقى ايه عايزه اعمل الحته دي كده ايه دوران هنا وهنا كده عشان تطلع دي دايره. طب لو انا مش يعني ايدي مش واخده على الرسم ولا كده ممكن لو عملت الدوران هيطلع معوج مني. فانا كبدايه هروح جايبه حته باترون كده صغير، اي قماشه صغيره يكون الطول بتاعها 20 لان ده كده كله 40 سنتي. فاحنا خدنا 20 فوق و20 ايه اللي تحت. ال20 اللي تحت دي هنعمل ايه؟ ادي كده عندنا القماشه دي هنزل 5 سنتي من الجنب كده 5 سنتي لغايه هنا اهو. اروح مضيرها بايديا كده اهو. اجي هنا كده كده اهو واجي دي برضو كده اهو. لو عندي بقى اي حاجه كده اضير بيها عادي، لكن ممكن بايديك دي كده بسيطه. فانا هجيب ايه المقص. هات المقص في جنبي ده. هجيب المقص واروح اقصها كده اهو. فدي هتعمل لي ايه الدورانه دي مجرد باترون بس عشان اعرف ايه ارسم بيها الدوران كده. طلع كبيره شويه نصغروها كده كده. كده بس ايه مجرد بس ايه هنرسم بيها كده. خلاص كده البندانه الرباط. راح انا هقصها. بص بقى احنا قلنا هي كلها مقفوله من هنا. دي مقفوله كام طبقه كده كل حاجه فيها طبقتين، ومن هنا مقفوله اللي هي مطرح التانية. انا هاجي من اللي تحت دي المفروض افتحها. فانا هفتحها ايه هقص من ناحيه واحده بس، يعني هقص من الناحيه اللي تحت لكن اللي فوق دي مش هقص منها هسيبها زي ما هي. محدش يقص لي فوق وتحت، لو قصينا من هنا هتبوظ. هقصها بس من تحت كده. دورانات بقى على الخياطه اللي انا عامله الدوران اللي انا عاملاه. ادي كده خلاص البندانه كده تعتبر خلاص. هنسيب احنا معلمين عليها. بصي دي كده دستة، يعني كل اللي عملتهم دول كده 12.
هاجي بقى في الخياطة على المكنة، هروح ماسكة دي اللي هي دي، اتنيها كده واعمل لها فرد من هنا عشان تبقى ايه مظبوطة وطالعة كويسة. اروح جايبة ده في النص هنا، هنا بتبقى فيه علامة تانية القماش كسرة. لو انا ما عنديش العلامة دي ممكن برضو ايه امسكها كده اهو اتنين واروح عاملة لها ايه فرد صغير كده. اروح واخدة السبعة اللي انا قصها من هنا على السبعة اللي من هنا، ووش القماش ده على وش القماش، همسكها كده واروح ايه مخيطاها على المكنة كده اهو. ماشي، هخيطها دي على المكنة وبعد كده يعني على المكنة هوريكم ايه بتتعمل ازاي. فهناخده واحدة من هنا عشان اعمل لكم واحدة بسادة وواحدة مبطنة. هروح على المكنة نقفلها. احنا هنا جينا بقى على المكنة، بصوا هي قصة معمولة ازاي كده اهو اهي. فانا هاخد اللي هي الدوران اللي احنا قصيناها دي، هجيب بقى اللي هي السبعة دي مع السبعة دي، احطها كده اهو وامسكها بايديا كده كده اهو، الفها معايا لغايه ما ايه تيجي كده النهايه. اروح واخداها تحت المكنه بصوا هي اتركبت كده اهي. بس هنا لا لسه هركب لها استك على اساس الاستك ايه هيكشكش معاها كده، تبقى البندانه كده. بصوا احنا هنجيب الاستك الرفيع ده هنعمله هنا. طبعا احنا عملنا دي كده اهو وصلناها كده، ففي بقى هنا الحته دي اللي هنعملها استك. بس هنمسك من اول هنا كده ونعمل استك. اول ما احطها كده واثبتها خلاص اروح شاده الاستك، اشد الاستك وارخي القماشه اللي تحت دي كده. اهي كده الكشكش. وهلبسها لكم على المانيكان برضو في الاخر عشان ايه تشوفوا شكلها. انا كده بعمل اتنين، واحده اللي هي بمبطنه وواحده الساده. برضو الاستك كده احط الاستك يا دوبك بس اثبتها، اروح شاده الاستك كده اروح عاملاها اهي كده. كده ايه خلاص نروح بقى على مكنه التلج. انا كده ايه عملت البندانه، بس لسه بقى ايه عايزه تتلج. هنيجي على الحرف الرفيع ده اروح ماسكاها كده اروح ايه تانيينها. ولما تيجي تشتغلي لازم يكون الخيط لون القماش عشان يبقى شغلك ايه نضيف. الحته دي هناك والحته دي ايه الثانيه اللي ورا. انا على كده انا قصيت دسته، فالدسته دي انا بس بعمل لكم واحده عشان الوقت، وانت بقى ايه مع نفسك تكملي بقيه الدسته. خلاص تنيت الطرفين دول، الطرف ده وده. هاجي على البندانه من هنا اروح تنيها كده، اروح بصوا هنعمل ايه اتنيها كده على قد ايه ايديا كده، على قد 3 صوابع كده اهو، على اساس تبقى الثانيه بتاعتها ايه عريضه. امشي بيها كده اهو كده، يعني كل شويه ايه اسوي نفسي كده واسوي البندانه معايا. نفتحها لفوق ونروح ايه شغل كل الخيوط الزياده دي تشيلها. انا كده تنيتها من فوق، بس طبعا انت هتكويها مع المكوى ايه هتتظبط. هروح تانية ايه الحته اللي تحت. اجي عند الاستك اروح شاده الاستك كده افردها من هنا واشدها من هنا عشان يطلع الاستك ايه نضيف كده ومظبوط. دي كده خلاص البندانه اللي هي ايه الساده. البندانه الساده عايزه لها مكوى واحاول ارفع على المكان برضه.